بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحقيقة قبل ما ادخل الهوا كانت بتكلمني زميلة الصحفية المجتهدة نجاة عبد الرحمن اللي طلعت معانا في يناير في فبراير 2011 وقالت حكايتها وحكاية التدريب، وشرحت ان كل الكلام اللي قالته في البرنامج كان منشور في جريدة اسمها 24 ساعة او 24 بان اللي كان رئيس تحريرها الاستاذ سمير رجب. كل الكلام اللي قالته كان منشور وكان الحقيقة يعني تجربتها راحت نقلتها. وبعدين هي واحدة من المحققين الصحفيين الشاطرين قوي اللي تقمصت وعملت شغل صحفي في التحقيقات مهمة قوي قوي. وانا فاكر ان بعض اعضاء المجلس العسكري واكيد اللواء حسن الرويني، وانا فاكر ان المشير طنطاوي عرضوا عليها فلوس كتيرة جدا جدا عشان كانت حالتها المادية، وبآباء وبكرامة رفضت، وهي كانت تحت التمرين في نقابة الصحفيين، والنتيجة وقتها القائمين على نقابة الصحفيين لم تستكمل عشان يدخلوها مشتغلين. هل تتخيلوا ان نجاة عبد الرحمن اللي طلعت بمنتهى الشجاعة في التوقيت الحاسم ونالها ما نالها وطلعت وقالت جزء من الحقيقة، يعني طلعت وقالت تجربتها اللي شافتها، حتى هذه اللحظة قاعدة في بيتها لا تعمل؟ حتى هذه اللحظة بقول لها ما حاولتيش؟ قالت لي أنا كرامتي ما تسمحش. والحاجة التانية اللي ما يشوفش من الغربال، قالت لي الدنيا كلها بقت عارفة حكايتي وعارفة ان انا قاعدة في البيت وعارفة ان انا دفعت تمن قد كده، الدنيا كلها عارفة. اطلب من مين ان انا اشتغل؟ بتقول لي الكلام ده وبتقول لو حضرتك قريت كل التسريبات بتاعة هيلاري كلينتون هتلاقي فيها القصة الرسمية لجزء لما حدث في 25 يناير. بالمناسبة لازم اصحح شيء لان الناس بتخلط المسائل. انا سيد علي واسرتي ما كنتش ضد ناس كتيرة جدا نزلوا، في ناس كتيرة جدا 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 نزلت في ميدان التحرير وفي الشوارع رفضا للظلم والتعسف واشياء كثيرة جدا جدا، وانا كنت مع ده. اللي انا كنت ضده وما زلت ضده هو التمويل الاجنبي، وهو المخطط الاجنبي، وهو استغلال الاخوان وركوب الموجة وتأميم الثورة او تأميم تلك الانتفاضة او الهبة لصالحهم، عشان المسائل تبقى واضحة. يعني انا ما طلعتش قلت ان الناس اللي في التحرير دول كلهم، قلت لا، معظمهم شرفاء وانقياء وطلعوا يقولوا للظلم والاستبداد لا، انما انا كنت ضد الجزء الموجه، التآمر اللي حصل على البلد واسقاط مؤسسات البلد. بس الناس مش الناس، في البعض اللي هو بيعمل عملية خلط عشان يحطك في، ودي قصة طويلة جدا ما علينا. انما عايز اقول نجاة عبد الرحمن بتقول لي الكلام ده بينما ناس كانوا يتصدروا المشهد في السفارات وفي وكالة الأنباء الأناضول والسفر إلى تركيا وفي الفنادق مع الأمريكان، وكانوا يعني عملوا حاجات لا تتخيلوها في مهنة الإعلام والصحافة، وما زالوا موجودين بيتقاضوا حاجات قد كده. بينما نجاة عبد الرحمن حتى هذه اللحظة 10 سنين قاعدة في بيتها مش لاقية شغل. دي حكاية حبيت أقولها على الهامش. مسألة تسريبات هيلاري كلينتون احنا عملنا امبارح عليها، وقلت ان الكلام ده قديم من 2016، وان القراءة المتعمقة في كل الحاجات اللي اتقالت دي كلها، على فكرة مش هيلاري اللي بتقول الكلام ده عشان تبقى الصورة واضحة، دي كان في ايميلات بتجيلها وناس بتبعت لها. ولو دققنا فيها شوية في الناس اللي كانت بتبعت واللي كانت بتقول واللي كانوا بيطلبوا، لازم محاكمات، والحد الأدنى هو تهمة الخيانة العظمى. عارفين حضراتكم ليه؟ لأن اللي كانوا بيعملوا ده في بعضهم ما زال موجود وتلون مع المجلس العسكري، وبعدها مع مرسي، وبعدها في 30 يونيو، وبعدين انقلب على 30 يونيو، ولو جاء نتنياهو هيبقوا معاه وينقلبوا عليه. ما زالوا موجودين في المشهد السياسي والحزبي والصحفي والإعلامي.
ما زالوا موجودين. قصة طويلة قوي قوي، إنما أنا حبيت أوصل رسالة نجاة عبد الرحمن. وأنا يعني هذه سيدة تحقيقات غير عادية، ويعني أنا مش هشحت على نجاة عبد الرحمن، إنما يا ريت الناس دي مش عايزهم يكافئوا. كنت أتمنى في 25 أو في أي حتة تبقى نجاة عبد الرحمن دي من ضمن الناس اللي بيكافئوا ونطبطب عليها، نطبطب عليها إنها في لحظة من اللحظات طلعت وقالت كلام مهم جدا جدا. سواء البعض اتفق أو اختلف، المسألة مش كده يعني.